السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في بودكاست نسمالجيا اليوم، حيث سنغوص في أعماق موضوعين حيويين يشغلان الساحة السياسية والاقتصادية في المغرب والمنطقة، وتزامنا مع الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. معكم نسمال المغربي. في هذه الحلقة سنستعرض بتفصيل دقيق قضية الصحراء المغربية، تلك الأرض التي تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من النزاعات والتحديات، وكيف أن الاعتراف الدولي بسيادة المغرب عليها يشكل نقطة تحول استراتيجي في مسار هذا النزاع. سنناقش كيف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، اللي تأكد فيها دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، تعكس تحولاً كبيراً في الموقف الدولي، وكيف أن هذا الاعتراف يعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية. لكن هذا ليس كل شيء، فسننتقل أيضاً إلى موضوع لا يقل أهمية، وهو مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي. هذا المشروع الطموح الذي يربط بين نيجيريا والمغرب عبر موريتانيا، والذي يعد بمثابة شريان حيوي للطاقة في المنطقة. سنتحدث عن الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الأنبوب، وكيف يمكن أن يغير من خريطة الطاقة في أفريقيا وأوروبا، ويعزز من مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة. استعدوا لرحلة مليئة بالمعلومات والتحليلات العميقة، حيث سنستعرض الحقائق والأرقام، ونستمع إلى آراء الخبراء والمحللين. سنحاول أن نقدم لكم صورة شاملة ومتكاملة عن هذه القضايا، وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل المنطقة. لا تفوتوا هذه الحلقة المثيرة. الجزء الأول: الصحراء المغربية والاعتراف الدولي، الجذور التاريخية للنزاع. قضية الصحراء المغربية تعود جذورها إلى حقبة الاستعمار الإسباني، حين كانت هذه المنطقة الغنية بالتقاليد والموارد الطبيعية تحت السيطرة الإسبانية. ومع انسحاب إسبانيا في منتصف السبعينات، قام المغرب بضم المنطقة ليشتعل نزاع مرير بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي كانت مدعومة بشكل أساسي من الجزائر. هذا الصراع ليس مجرد قضية حدودية، بل يتعلق بأبعاد إقليمية معقدة وتوازنات قوى بين دول المنطقة. ولكن مع مرور السنوات بدأت الصورة تتغير تدريجياً. العالم اليوم بات يتجه نحو حل أكثر واقعية للنزاع، حيث يدعم عدد متزايد من الدول سيادة المغرب على الصحراء، ويعتبرون مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب حلاً عملياً يمكن أن يقود نحو استقرار دائم. التحول الدولي. لماذا الآن؟ قد يتساءل البعض: لماذا تشهد هذه القضية دعماً متزايداً لموقف المغرب الآن؟ حسناً، هنالك عدة أسباب تدفع الدول إلى تغيير مواقفها. مخطط الحكم الذاتي المغربي. منذ سنوات قدم المغرب مبادرة للحكم الذاتي الموسع، حيث يمنح سكان الصحراء قدراً من الاستقلال في إدارة شؤونهم تحت السيادة المغربية. هذا المقترح لاقى استحسان العديد من الدول التي تراه حلاً وسطاً وعادلاً للنزاع. الدبلوماسية المغربية النشطة. لا يمكن إغفال تأثير الدبلوماسية المغربية التي تعمل بجدية من خلال الحوار والتفاوض لكسب المزيد من الدعم. المغرب لم يكتف بالتصريحات
بل قام بجهود فعلية في بناء العلاقات الدولية، وهذا ما نشهده الآن في الدعم المتزايد من دول كبرى. التغيرات الجيوسياسية. مع تغير التحالفات الدولية، ازدادت أهمية الاستقرار في منطقة الصحراء، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية في مناطق قريبة كالساحل الإفريقي. أصبحت الدول تدرك أن استقرار الصحراء يعزز الأمن الإقليمي. التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء. استطاع المغرب أن يحقق نقلة نوعية في مجال التنمية بالصحراء، مشيداً مشاريع تنموية واقتصادية كبيرة. هذه الجهود تظهر للعالم جديته في تطوير المنطقة وخلق فرص أفضل لسكانها. موقف فرنسا تجاه قضية الصحراء المغربية. في الآونة الأخيرة شهدنا تطوراً كبيراً في موقف فرنسا تجاه قضية الصحراء المغربية. في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس، أكد ماكرون أن فرنسا تعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية، ومشدداً على أن حاضر ومستقبل الصحراء يقعان ضمن السيادة المغربية. هذا التصريح يعزز مكانة المغرب ويزيد من مصداقية موقفه في الأوساط الدولية، ويعكس دعماً قوياً من فرنسا للمغرب في هذا النزاع الطويل الأمد. لم يكن هذا الاعتراف الفرنسي معزولاً، بل جاء في سياق دعم دولي متزايد لموقف المغرب. الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، بل وحتى العديد من الدول الإفريقية واللاتينية وشبه الجزيرة العربية قامت بفتح قنصليات في مدن الصحراء المغربية مثل العيون والداخلة. هذا التوافد الدبلوماسي المكثف على مدن الصحراء المغربية يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم، ويشكل تحولاً نوعياً في التعامل مع هذا الملف، وهو يعزز من شرعية سيادة المغرب، ويمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يميل نحو دعم الحل المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء هذا النزاع المستمر. إن الدعم الفرنسي القوي إلى جانب هذا التوجه الدولي المتزايد يعزز من مكانة المغرب ويزيد من مصداقية موقفه في الأوساط الدولية، كما أنه يشكل ضربة قوية للأطروحات الانفصالية ويقرب من إيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع المستمر، وذلك من خلال تعزيز مكانة خطة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها الإطار الوحيد للحل. كلمات كبار المسؤولين. في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب، مشيراً إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الحل الوحيد العادل والمستدام للنزاع في الصحراء الغربية. وأضاف ماكرون: فرنسا تدعم بشكل كامل سيادة المغرب على الصحراء، ونؤمن بأن هذا الحل سيجلب الاستقرار والازدهار للمنطقة بأسرها. من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على الصحراء يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في تعزيز موقفها على الساحة الدولية. وأضاف بوريطة: فتح القنصليات في مدن الصحراء المغربية من قبل العديد من الدول هو دليل واضح على الدعم الدولي لموقف المغرب.
الأرقام والإحصاءات. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 50 دولة قامت بفتح قنصليات في مدن الصحراء المغربية، مما يعزز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على هذه المنطقة. كما أن العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا قد أعربت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وعملي للنزاع. حتى الآن هناك 93 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي للصحراء. هذه المبادرة تعتبرها العديد من الدول والمنظمات الدولية حلاً عملياً وواقعياً للنزاع الإقليمي. من جهة أخرى، هناك عدد قليل من الدول التي تعارض علناً مشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء. أبرز هذه الدول هي الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية. بالإضافة إلى الجزائر، هناك بعض الدول الأخرى التي تتبنى موقفاً مشابه، ولكن العدد الإجمالي لهذه الدول قد لا يتجاوز 10 دول. تأثير الاعتراف الدولي. هذا الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على الصحراء له تأثيرات كبيرة على موازين القوى داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفقاً للخبير السياسي بوسلهام عيسات، فإن الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف على المستوى الدولي تشير إلى تغيير جوهري في كيفية التعامل مع النزاع داخل الأمم المتحدة. وأضاف عيسات: الدول التي كانت مترددة في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء بدأت تتجه نحو دعم هذا الموقف، مما يعزز من فرص التوصل إلى حل نهائي للنزاع. يمكن القول إن الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على الصحراء يعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية، ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في تحقيق أهدافها. هذه التطورات ليست فقط انتصاراً دبلوماسياً، بل هي أيضاً خطوة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. الجزء الثاني: الأمن الدولي وقضية الصحراء المغربية. التطورات وأبعاد القرار 2756. شهدت قضية الصحراء المغربية مؤخراً تطورات مهمة على مستوى الأمن الدولي، مما يعكس تحولاً في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذا النزاع الطويل الأمد. في 31 من أكتوبر عام 2024 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2756 الذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية مينورسو لمدة عام إضافي حتى 31 من أكتوبر عام 2025. هذا القرار جاء في ظل دعم دولي متزايد لموقف المغرب والدعوة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومستدام ومقبول من الأطراف كافة. تفاصيل القرار 2756. حظي القرار 2756 بدعم 12 عضواً في مجلس الأمن من أصل 15، مع امتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت ورفض الجزائر المشاركة بعد رفض تعديلات اقترحتها. القرار لا يمثل مجرد تمديد روتيني لمهمة بعثة مينورسو، بل يحمل رسائل سياسية مهمة، حيث يشدد على أن الوضع الراهن غير مقبول ويجب تغييره، كما يدعو إلى تجديد الالتزام بدفع العملية السياسية قدماً
ويحث الأطراف المعنية على الانخراط في الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة، مما يعكس رغبة المجتمع الدولي في تحقيق تقدم ملموس. دعم دولي متزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي. جاء القرار 2756 ليعزز موقف المغرب ويبرز الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة كحل واقعي للنزاع. فقد أكدت الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار على دعمها الكامل لهذا المخطط كخيار جدي وذي مصداقية. وأعرب السفير ريتشارد ميلز نائب ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة عن أسفه لعدم توافق المجلس بالكامل في التصويت، ودعا الأطراف إلى المشاركة في العملية السياسية. من جهة أخرى، جددت فرنسا في مداخلتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي تأكيدها على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. وأكد السفير الفرنسي نيكولا دو ريفير دعم بلاده الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في عام 2007، معتبراً إياه الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودولي، تأكيدها على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. وأكد السفير الفرنسي نيكولا دو ريفير دعم بلاده الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في عام 2007، معتبراً إياه الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. كما أشاد بجهود المغرب في التنمية السوسيو اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، داعياً إلى مواصلة هذه الدينامية. وأعرب عن دعم فرنسا لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة. وأكد أن الوقت قد حان للمضي قدماً نحو حل سياسي متفاوض عليه يخدم مصلحة جميع الأطراف. ردود الفعل على القرار: المغرب رحب بتبني القرار 2756، معتبراً أن القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد لموقفه ويعزز فرص التوصل إلى حل نهائي للنزاع. وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن تجديد ولاية بعثة مينورسو يعكس اتزام المجتمع الدولي باستقرار المنطقة ودعم جهود الحل السياسي. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أشار إلى أن الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب على الصحراء يظهر نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب دعم واسع لمخطط الحكم الذاتي. وأضاف بوريطة أن فتح العديد من الدول قنصليات في مدن الصحراء المغربية دليل واضح على الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي. تأثيرات القرار على مستقبل النزاع: يعزز القرار 2756 من موقف المغرب دولياً، حيث يعكس نجاحاً للدبلوماسية المغربية في حشد الدعم لمخطط الحكم الذاتي كخيار عملي للنزاع. كما أن تجديد ولاية بعثة مينورسو يؤكد اتزام المجتمع الدولي بالحفاظ على استقرار المنطقة ودعم جهود الحل السياسي. وفقاً للخبير السياسي بوسلهام عيسات، فإن الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف على المستوى الدولي تشير إلى تغيير جوهري في كيفية التعامل مع النزاع داخل الأمم المتحدة، إذ أصبحت العديد من الدول
التي كانت مترددة تميل نحو تأييد موقف المغرب، مما يعزز فرص إيجاد حل نهائي للنزاع. ومنه يمكن القول أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز موقف المغرب في قضية الصحراء وفتح آفاق جديدة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. هذه التطورات ليست مجرد انتصار دبلوماسي للمغرب، بل هي أيضاً خطوة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، مما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في تحقيق أهدافها على الساحة الدولية. الجزء الثالث: أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي. ننتقل الآن إلى موضوع آخر ذو أهمية استراتيجية، وهو مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي. بعد قرار الجزائر بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر المغرب، اتجهت الأنظار إلى مشروع أنبوب الغاز الجديد الذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر موريتانيا، والذي يعرف الآن بأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي. نيجيريا المغرب. خلفية المشروع: بدأت فكرة مشروع أنبوب الغاز الأطلسي تأخذ شكلها في عام 2016 عندما وقع المغرب ونيجيريا اتفاقية تعاون لتطوير هذا المشروع الطموح. الهدف من هذا الأنبوب هو نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا التي تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الغاز في العالم إلى المغرب، ومن ثم إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي. هذا المشروع الضخم يمتد على طول 5660 كيلومتراً، ويمر عبر عدة دول أفريقية قبل أن يصل إلى المغرب. الأهمية الاستراتيجية: يتوقع أن يعزز هذا الأنبوب من مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة، ويتيح له تصدير الغاز إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي. هذا المشروع ليس فقط وسيلة لتأمين إمدادات الغاز للمغرب، بل هو أيضاً خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما أن هذا الأنبوب سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول التي يمر بها من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية. تفاصيل المشروع: يمتد أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي عبر 13 دولة أفريقية، بدءاً من نيجيريا مروراً ببنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب. هذا المشروع يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ويشمل بناء محطات ضغط ومحطات استقبال على طول مساره لضمان تدفق الغاز بكفاءة عالية. التحديات والفرص: رغم الفوائد الكبيرة المتوقعة من هذا المشروع، إلا أنه يواجه العديد من التحديات. من بين هذه التحديات الأمنية في بعض الدول التي يمر بها الأنبوب، والتي قد تؤثر على سير العمل وسلامة العاملين. كما أن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتطلب تعاوناً دولياً واستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص. الدعم الدولي: حظي مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي بدعم دولي واسع، حيث أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن استعدادها للمساهمة في تمويل المشروع. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أبدى اهتماماً كبيراً بهذا المشروع نظراً لأهميته في تأمين إمدادات الغاز لأوروبا وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
كما أن البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قدم دعماً مالياً وتقنياً للمشروع. الفوائد الاقتصادية: من المتوقع أن يحقق مشروع أنبوب الغاز الأطلسي فوائد اقتصادية كبيرة للدول المشاركة. في نيجيريا سيساهم المشروع في زيادة صادرات الغاز وتعزيز الاقتصاد الوطني. في المغرب سيمكن الأنبوب من تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة. كما أن الدول الأخرى التي يمر بها الأنبوب ستستفيد من تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة. الأبعاد البيئية: يعتبر مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي مشروعاً صديقاً للبيئة، حيث يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام. الغاز الطبيعي يعتبر بديلاً أنظف للفحم والنفط، ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. التعاون الإقليمي: مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي يعزز من التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية، ويعكس اتزان هذه الدول بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي. هذا المشروع يمثل نموذجاً للتعاون الأفريقي في مجال الطاقة، ويمكن أن يكون محفزاً لمشاريع أخرى مشابهة في المستقبل. الخاتمة: ختاماً، يمكن القول إن مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية. هذا المشروع يعكس رؤية طموحة للتعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية مثل أنبوب الغاز الأطلسي، يعززان من مكانة المغرب على الساحة الدولية. هذه التطورات ليست فقط انتصاراً دبلوماسياً، بل هي أيضاً خطوة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. في ختام حلقتنا حول تطورات قضية الصحراء المغربية، نسأل الله أن يحفظ المغرب حكومة وشعباً، وأن يديم الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان في ربوع المملكة، وأن يرزق جلالة الملك محمد السادس الصحة والعافية، ويحفظ الأسرة العلوية الكريمة، ويوفقنا جميعاً للرشاد والسداد. دمتم في حفظ الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.